السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة معانا تحديث أداة التابلت، وهيكون الشرح بتاعنا النهاردة بشكل عملي كامل علشان نقدر نشتغل بطريقة سهلة. ويا ريت كل إخواتنا نركز في الفيديو ده جدا. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح اشترك في القناة ونفعل زر الإشعارات علشان يوصلك أي جديد بنعمله على القناة. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح. اهلا بيكم معانا النهارده مره تانية. والنهارده هنتكلم عن تحديث اداه التابلت. مبدئيا لما ينزل تحديث جديد، اول حاجه بتعملها مثلا انت مثبت اداه التابلت زي كده، تمام. هتبدا تروح اوبن فايل لوكيشن، انك تروح لمسار التثبيت. يبقى انا هروح لمسار التثبيت كده. نتخيل ان انت ما تعرفش تعمل ازاله من الكنترول بانل، فبالتالي هنروح هنا ونضغط انستول علشان نشيل الاصدار القديم، وده مع التابلت بس. تمام. بعد ما نعمل ازاله بتثبت الاصدار الجديد، ونبدا نفتح مع بعض ونشوف ايه جديد وازاي نقدر نخرج تابلت A9 بلس اندرويد 16 بضغطه واحده، سواء الخروج من المنظومه او فورمات. اول حاجه يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين هيكون الاصدار بالشكل ده. هنضغط لوج ان وننتظر فتح الاداه. تعالوا بقى مع بعض وخطوة خطوة ونركز جدا في الشرح بتاعنا النهاردة، ويا رب الصورة تكون واضحة جدا. ده تابلت A9 بلس اللي هو X 216 بي، حماية 9، اندرويد 16 اخر اصدار واخر حماية. نركز جدا جدا في الشرح بتاع النهاردة، لان هيكون في حاجات كتير جدا مهمة. وفي فترة وبقالنا فترة ما نزلناش فيديوهات، فالنهارده هنحاول نجيب كل حاجة ما اتشرحتش في الفيديو ده. فكل المشتركين معانا برجاء برجاء لا تقدم الفيديو ولا تسرع، واستحمل شوية واسمع الفيديو للنهاية. طيب، مبدئيا الشغل على تابلت اكس 216 بي او اي 9 بلس بعد اندرويد 15، يعني اندرويد 16 اصبح ان الجهاز لازم يتعمل اي دي ال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا كنا شغالين عليه من وضع الداونلود، وكمان احنا اول اداة دعمت فيكس او اصلاح ليه من الداونلود، واحنا الاداة الوحيدة اللي تقدر تفرمته من الداونلود بدون ما يجيلك اي مشكلة في الجهاز. يعني يفرمت من الداونلود لحماية 9 اندرويد 15 بدون اي رسالة خطأ بامر الله. طيب نمشي الخطوات واحدة واحدة. بعد اندرويد 16 اصبح ان الفورمات او عمل ضبط مصنع للتابلت من وضع الداونلود سامسونج قفلته. بمعنى ان كان لازم يكون في حل بديل، فبالتالي هنقدر نشتغل على التابلت برضو ونشيل المنظومة بضغطة واحدة ومن زرار واحد وبطريقة سهلة جدا، لكن عن طريق وضع الاي دي ال مش وضع الداونلود اللي احنا متعودين عليه. طيب علشان ادخل وضع الاي دي ال، ايه اللي مطلوب مني؟ مطلوب منك كابل يو اس بي عادي خالص اللي موجود عندك، يكون بيقرا داتا بس. بيقرا داتا يعني ايه؟ يعني توصله يقرا الملفات اللي على الجهاز، دي معناها ان انت تقرا داتا. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ان انا بقطع الكابل. يعني ده كابل عادي خالص وانا اللي عامله على ايدي، الموضوع سهل قوي يعني. ان انا ببدا اكشف السلوك اللي موجوده جوه الكابل. يا رب تكون الصوره واضحه، يا رب تكون الصوره واضحه. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ان انا طبعا بكشف السلوك اللي موجوده. بلاقي عندي كابل لونه اسود واخضر واحمر وابيض، تمام. اللي بيهمني كلها هنا الكابل السلك اللي لونه اسود واللي لونه اخضر. الموضوع سهل جدا مش صعب. فكل اللي هعمله ان انا هعري السلكين اللي هو اللون اسود واللي لونه اخضر، والمسهم في بعض. تمام. انا بعملها بايدي كمان يعني، والتابلت ده جميل جدا في الدخول للمنظومه. هنفهم ازاي نشتغل بيه دلوقتي. طيب انا عملت الكابل كده، انا عملت الكابل المعدل اللي احنا بنقول كابل معدل، والموضوع يعني اخواتنا اللي لسه بادئين بيحسوا ان الموضوع صعب جدا. كابل شحن عادي خالص، هتكشف السلك الاخضر والسلك الاسود بس، وهنلمسهم في بعض كده وهنلمسهم في بعض ونشوف عملي في كل خطوة بإذن الله. هنمشي واحدة واحدة علشان الناس ما تهش مننا. اول حاجه طبعا التابلت زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا برضو نشوف الاصدار مع بعض. تابلت A9 بلس X 216 بي، حمايه
9 آخر إصدار زي ما معلومات البرنامج. يا رب تكون الصورة واضحة. ده كل بيانات التابلت زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما قلنا يا جماعة نركز جدا في الفيديو بتاع النهاردة. طبعا التابلت داخل المنظومة، لسه داخل المنظومة، النوكس موجود، وطبعا علامة الاتصال مش ظاهرة، فبالتالي التابلت لسه داخل المنظومة. طيب أنا كفني أو مشترك معانا عايز أدخل التابلت أو أخرجه من المنظومة، فالموضوع هيكون سهل جدا. يعني أنا بشتغل بكابل واحد بس، مش بشتغل بأكتر من كابل. الموضوع سهل جدا. أول حاجة هبدأ أقفل الجهاز بتاعي باور عادي خالص. هعمل إيقاف التشغيل. الكلام اللي أنا هعمله ده يمشي على أندرويد 15 حماية 9 وأندرويد 16 حماية 9. نركز في الكلام ده جدا. حماية 8 وقبل كده نشتغل بالطريقة العادية، فورمات من الداونلود، ونقرا تطبيق الشيلد من هنا، ونبدأ نفعل الاي دي بي ونشيل الام دي ام. يبقى أول خطوة الكلام ده كله أو الشرح ده كله على آخر حماية، سواء أندرويد 15 حماية 9 أو أندرويد 16. طيب إيه اللي هعمله بعد كده؟ أنا قفلت التابلت. أنا هحاول أتكلم بالتفصيل علشان الفيديو يكون شامل كل حاجة، وما يكونش حد عطلان على أي معلومة، لأن بيكون صعب جدا نقدر نرد على كل الناس على الخاص، وبالتالي مش هيتم الرد على أي حد في الخاص في أي حاجة اتقالت في الفيديو ده. تمام؟ يعني لو سألت في أي معلومة اتقالت في الفيديو ده مش هنرد عليك، لأننا عملنا اللي علينا بأمر الله معاك. الخطوة اللي بعد كده أنا هنا بإيدي كده رحت ملمس الكابل الأخضر اللي أنا عريته قبل كده والكابل الأسود، وماسك التابلت أهو. نشوف الموضوع سهل جدا. هقوم موصل كابل الشحن. الخطوات بالظبط علشان نفهم. هنوصل الكابل الأخضر في الأسود بإيدي كده عادي، أنت اعملها بالطريقة اللي تريحك. المهم عندي إن الكابل الأخضر يكون لامس الكابل الأسود، وهوصل الكابل وبسرعة هضغط ضغط على اللي بيعلي وضغط على اللي بيوطي بسرعة. هيكون بالظبط كده. بعد ما اوصل الكابل وانا لامس السلك الاخضر في الاسود، هاجي بسرعة على اللي بيوطي ضغطة واللي بيعلي ضغطة، ضغطة هنا وضغطة هنا، ضغطة هنا وضغطة هنا، 10 15 مرة. قول 10 مرات بالظبط، 10 15 مرة بنفس الشكل ده. يعني هضغط على اللي بيعلي مرة واللي بيرفع الصوت مرة كده، اكتر من مره بس بسرعه طبعا. يعني كده ما تضغطش على الاثنين مع بعض. خفض الصوت ورفع الصوت، خفض الصوت ورفع الصوت 10 15 مره. وبعد كده اشيل الكابل واوصل كابل عادي بقى ما فيهوش اللحام اللي انا عامله ده. هتلاقيه قرا معاك ايديل. هنجرب مع بعض دلوقتي. يعني انا دلوقتي ضغطت 10 مرات بالظبط، يعني 5 هنا و5 هنا زي ما بيقولوا. ضغطت هنا رافع خافض رافع خافض على طول كده. وبعد كده عزلت السلكين، انا لمسهم بايدي عشان اشتغل بنفس الكابل. تمام؟ الموضوع سهل يا جماعه، ما نصعبش الموضوع. كابل شحن عادي خالص ملوش اي لازمه زي ما بيقولوا. هنكشف الاخضر والاسود ونلمسهم ببعض، واضغط اول ما اوصل اضغط على اللي بيعلي واللي بيوطي مش مع بعض. يعني اضغط ضغطه هنا واشيل صباعي، اضغط ضغطه هنا اشيل كده على طول بالتوازي 10 مرات. وبعد كده اشيل القفله او اوصل كابل عادي. هيقرا معايا اي دي ال زي ما حضراتكم شايفين بالظبط فوق. طيب انا دلوقتي التابلت داخل المنظومه. كل اللي انا عايز اعمله ان انا اخرجه بره المنظومه واشيل حمايه الام دي ام. طيب هنعمل فورمات زائد اف ار بي اي دي ال زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. ايه اللي هيحصل هنا؟ هيعمل فورمات وحذف حساب جوجل، وده احد الخصائص الموجود. احنا هنجرب الطريقتين علشان الناس كلها تعرف تشتغل. الطريقة التانية هنوضحها مع بعض عملي زي ما حضراتكم شايفين. خلال لحظات بسيطة جدا تم عمل فورمات وإزالة حساب جوجل. هننتظر لما التابلت يفتح معايا، وهنلاحظ إن التابلت جه وقف عند. هننتظر ثواني ونرجع لكم علشان ما نطولش عليكم الفيديو، ونبدأ نجرب إزاي نقدر نخرجه من المنظومة بضغطة واحدة وبدون أي مشاكل. ويا ريت نركز في الخطوات اللي جاية. زي ما حضراتكم شايفين كده التابلت خرج أو تم عمل ضبط مصنع وإزالة حساب جوجل بطريقة سهلة جدا جدا.
ما خدناش بالظبط 20 او 25 ثانية بالظبط، كنا او تم عمل فورمات بطريقة سهلة جدا. تم عمل فورمات بطريقة سهلة جدا. الحالة دي اللي احنا اخترناها ونفذناها دلوقتي هي كل اللي فيها ان انا اقدر اعمل فورمات وعمل ازالة لحساب جوجل. طيب لو انا عايز اخرج التابلت من المنظومة نعمل ايه بالظبط؟ ونركز مع بعض في الخطوة اللي جاية. هبدأ أعيد كل الخطوات تاني، هقفل التابلت بتاعي نفس الطريقة، ونحفظ بقى طريقة التوصيل لأن دي مكملة معانا شوية حلوين، لأن التابلت طبعا ده لسه جديد، فهنمشي على الخطوات دي فترة أو شوية حلوين الفترة اللي جاية. هبدأ طبعا ألمس برضو الكابلين أو السلكين الأخضر في الأسود زي ما احنا قلنا في بداية الفيديو، وهبدأ أوصل وأضغط بالطريقة اللي احنا قلنا عليها 10 مرات، وابدا افصل الكابل عن بعض. وهلاحظ بقى ظهور الاي دي ال زي ما احنا اتفقنا. هنلاحظ دخول التابلت الى وضع الاي دي ال. لازم نفهم الكلام ده علشان نقدر نشتغل باحترافيه وبشكل قوي جدا. وننبه تاني الكلام ده على حمايه 9 اندرويد 15 واندرويد 16 فقط. اللي قبل كده نشتغل بنفس الطريقه بتاعتنا القديمه علشان يكون الامور واضحه. اي حد هيسأل بره المعلومات اللي هتتقال في الفيديو مش هنرد عليه، عشان خاطر مش هنشرح لك فيديو عملي وكمان تعطلنا في الخاص، الا اذا حاجه ما اتقالتش في الفيديو. عينيا الاتنين وكل الدعم هيكون ليك. طيب دلوقتي في الحاله دي انا عايز اخرج التابلت، افرمطه واخرجه من المنظومه وكمان بدون ثغرات. طيب هنعمل ايه؟ هنضغط فورمات زائد اف ار بي زائد ريموف ام دي ام. هنضغط على الايقونه دي، تمام، ونبدا ننتظر لما ينتهي. هيعمل ايه هنا؟ هيعمل فورمات وهيعمل ازاله للاف ار بي وهيعمل حذف لحمايه الام دي ام. الحمد لله كنا لينا السبق ان احنا اول اداه دعمت الطريقه دي ونزلتها بشكل رسمي لكل المستخدمين. وباذن الله اللي جاي قوي جدا جدا. وهقول لكم فجأة ان احنا داعمينها اصلا بقالنا اكتر من شهرين في الاداة الاساسية، وهنوضح لكم برضو في نفس الفيديو ازاي كانت مدعومة وازاي الناس ما استغلتش ان هي مدعومة واشتغلت عليها. هنا هيبدأ يتأخر معاه شوية لان هو بيعمل باتش لحماية الام دي ام وبيقوم بتفليشه. فانت سيب التابلت مع نفسه يشتغل لعند ما يخلص معاك العملية بشكل قوي، ونركز هنعمل ايه بعد ما يخلص. علشان في ناس كتير جدا سألتني قبل ما ننزل الفيديو ده ازاي هنقدر نكمل الخطوات بعد كده. الطريقة سهلة جدا، مش هتحتاج منك اي حاجة بعد كده وهنشوف، لكن كان لازم نوضحها للناس بشكل عملي علشان الناس تقدر تشتغل بطريقة سهلة جدا وما تعطلش على المعلومة البسيطة. هننتظر شوية كده لما ينتهي وبعدها نرجع نكمل مع بعض. الموضوع بياخد تقريبا أقل من دقيقة، لكن بيشيل لك الاف ار بي اللي هو حساب جوجل، وبيشيل لك الام دي ام، وكمان بيقوم بعملية الفورمات زي ما حضراتكم شايفين. تم الانتهاء. هنستنى بس لما يعمل ضبط مصنع ونرجع نكمل الخطوات اللي هي اهم جزء في الفيديو ده كله ونركز فيه جدا جدا. زي ما حضراتكم شايفين كده تم عمل فورمات زائد ازالة حساب جوجل زائد ازالة الام دي ام او خروج التابلت من المنظومة بضغطة واحدة وبطريقة سهلة جدا. طيب ايه الخطوات اللي بعد كده؟ هتختار اللغة عادي خالص. نركز جدا 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 في الخطوات اللي جاية. هختار اللغة اللي المناسبة ليك بقى، تختار اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، براحتك. هنبدأ هنا هنوضح كل حاجة. النقطة المهمة هوريها لكم على الكاميرا. الاتفاقية ضغطنا موافق. الإعداد يدوي، تمام. هنا عندي الواي فاي، دي أول خطوة مهمة جدا جدا. عندي الواي فاي، اوعى توصل التابلت على الواي فاي، ما توصلش نت للتابلت خالص دلوقتي. دي اول نقطة مهمة ونبروزها. هنعمل هنا تخطي، تخطي التالي، تخطي عند النمط. لما طلب مني ان اعمل نمط او كده اعمل تخطي. دلوقتي في نقطة مهمة جدا هنشوفها مع بعض دلوقتي، وهي دي خدمات سامسونج. شايف دي؟ احنا عملنا تخطي تخطي لغاية عند ما وصلنا هنا.
دي اهم جزء في ازاله الام دي ام او خروج التابلت من المنظومه. شايف الخيارات دي كلها لازم تشيل الصح من على اول خيار، يعني لازم نشيل علامه الصح من على اول خيار. اقول لك ليه بقى؟ لان اول خيار ده هو لو ما شلتش علامه الصح التابلت هيفتح معاك، وهتيجي تدور على، لو ما شلتش علامة الصح دي هنيجي نفعل خيارات المطور بعد ما نفتح التابلت مش هتلاقي خيار تصحيح الأخطاء مفعل عندك، لأن أول علامة دي بتعمل لك أداة حظر تلقائي بتحظر أوامر اليو اس بي وكل أوامر تفعيل خيارات المطور، فبالتالي هنقفل أول خيار بالشكل ده. لازم نشيل علامة الصح، بعدها نضغط المزيد موافق، ونكمل بقى الخطوات العادية اللي احنا متعودين عليها. يبقى الخطوتين او التريكتين السهلين جدا، اول حاجة ما نوصلش واي فاي ونشيل علامة الصح، بس مفيش اكتر من كده. يبقى التابلت فتح معايا بشكل طبيعي جدا. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هبدأ اروح على الاعدادات، افعل خيارات المطور او تصحيح وقت وضع الاخطاء. هبدأ أروح على حول الهاتف، تمام، المعلومات، معلومات البرنامج، رقم الإصدار، هضغط عليه أكتر من مرة علشان أفعل خيارات المطور. أنزل على خيارات المطور، يا رب تكون الصورة واضحة. تفعيل الاي دي بي من الآخر، هنروح على تصحيح أخطاء اليو اس بي، هنلاقيها مش مفعلة، هتفعلها. لو أنا بقى ما شلتش علامة الصح اللي قلنا عليها مش هيديني خيار ان افعلها، يعني هتكون مقفولة. يبقى دلوقتي انا فعلت خيارات المطور، هروح على الام تي بي زي ما حضراتكم شايفين واضغط هنا ريموف النوكس. كل ده ما وصلتش نت، انا ما وصلتش نت، شلت علامة الصح، فعلت خيارات المطور. يبقى الخطوات نقولها بالترتيب تاني. دخلت التابلت اي دي ال بالطريقة اللي احنا شرحناها اكتر من مرة. تاني خطوة بدأنا نعمل فورمات زائد اف ار بي زائد الخروج من المنظومة في زرار واحد وبأيقونة واحدة. التابلت فرمت وفتح معايا، فتح وفرمت معايا التابلت خلاص. ما وصلتش واي فاي، وبدأت أكمل الخطوات تخطي تخطي لعند أداة الحظر، شلت علامة الصح من عليها، وبعد كده فعلت الاي دي بي بالطريقة اللي احنا متعودين عليها، وبعد كده رحت لقائمة الام تي بي عملت ريموف للنوكس، وهيتم حاليا ازالة النوكس بطريقة بسيطة جدا، وهيتم اعادة تشغيل التابلت بعد ازالة النوكس. بعد ما يفتح معايا بفوصل بقى نت واشتغل بصورة طبيعية. تمام يا جماعة، كده التابلت عمل اعادة تشغيل معايا، واقدر استخدم التابلت بتاعي كتابلت عادي خالص خارج المنظومة. طبعا ده مؤقت. فاللي حابب بقى يخرج التابلت نهائي، كل اللي هتعمله هتعمل فتح للبوت لودر، وسهل جدا، هنعمله في فيديو منفصل وطريقته سهلة جدا. وحتى لو عايز تشوفه ممكن تكتب على جوجل كيفية فتح البوت لودر لأجهزة سامسونج، وأي جهاز يظهر لك الفيديو بتاعه يكون حديث. نفس الطريقة هي اللي في التابلت، مش لازم تبحث بموديل التابلت. طيب تعالوا بقى نقول خطوة مهمة جدا. كده احنا وضحنا كل حاجة الحمد لله بالتفصيل وبشكل عملي. تعالوا بقى نوضح كذا نقطة مهمة جدا، وطبعا الكلام ده لمشتركين الأداء عندنا علشان تكون الأمور واضحة. طبعا أنا وصلت الجهاز، هنقفل أداة التابلت خالص. أوصل اي دي ال برضو زي ما احنا اتعودنا وشرحنا لبعض، الكابل الأخضر فيه الأسود، وبرضو بنفس الطريقة أوصل الكابل وأضغط على خافض ورافع الصوت كل واحد لوحده 10 مرات. تعالوا بقى نروح المشتركين معانا علشان نعرفهم ان احنا داعمين A9 بلس من فترة كبيرة جدا، لكن بسبب الضغط مش عارفين ننزل شروحات لاننا بنعمل كل حاجة لوحدنا. بنحدث الاداء، بندور على التحديثات الجديدة، 50,000 حاجة بعملها لوحدي، مفيش حد بيعمل معانا حاجة. راعوا الكلام ده، وكل المشتركين عايزيننا نكلمهم على الخاص، فعشان خاطري يعني حاولوا تساعدونا شوية علشان نقدر نطور اكتر من كده. طيب يا جماعة، لو دخلنا على كوالكوم، لو الناس متابعة علمت على سيرفيس واختارت على سيرفر واختارت سامسونج، وراحوا جايين نازلين لتحت خالص هيلاقي اخر جهاز اكس 216 بي.
طبعا الجهاز معالج يو اف اس، فهنختار يو اف اس وهنضغط هنا ريد جي بي تي. هنضغط ريد جي بي تي ونشوف النتيجة مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين أقل من 3 ثواني، زي ما حضراتكم شايفين أقل من 3 ثواني بالظبط أرى لك كل أقسام تابلت اكس 216 بي. تقدر تتحكم في التابلت تحكم كامل، تفرمت أي قطاع، تفرمت اليوزر داتا، تعمل كل اللي نفسك فيه من خلال الأداة الأساسية. الكلام ده متضاف في أكتر من أسبوع 10 أيام، مدعوم في الأداة الأساسية يا جماعة. فالناس المفروض تبحث عن الموديل. لو أنا ما قلتش أو اتأخرت في إن أنا أقول للناس إزاي تقدر تفرمت، فهو نعتبر إن التابلت ده موبايل عادي خالص تشتغل بطريقة طبيعية. لو دخلت على الأساسية هتلاقي اللودر مضاف أحدث إصدار حماية 9. طيب هل حماية 9 ده أقدر أستخدمه كحماية 9 بس؟ يعني أقدر أفرمت حماية 9 بس؟ لا. أي لودر كوالكوم مثلا زي اللودر بتاع التابلت حماية 9، فكل اللي قبله ينفع يفرمطه. تمام. ما ينفعش يفرمط بقى لو نزل حماية 10، فمش هيكون ظابط عليه. لكن طالما حماية 9 فتقدر تفرمط كل اللي قبله حتى لو حماية واحد، هيدعم فورمات لكل الحمايات. فحبيت اوضح لكم اكتر من حاجة. التابلت مدعوم قراءة اجسام وتفليش من وضع الاي دي ال. بكده وضحنا كل حاجة في تابلت اكس 216 حماية 9 اندرويد 16. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنعمله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.